استفسار برضو آخر، هل هناك استثناء لبعض الجنسيات؟ للتوضيح في هذه الحالة أنه لا استثناءات في هذه الحالة، ولكن في بعض الجنسيات لديهم في بلدانهم أوضاع مضطربة. الدولة ممثلة وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات وجه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف حفظه الله ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ببعض الجنسيات بدون تحديد مسمياتها بتمديد الزيارة لهم حتى الرمل الأخير، إصدار إقامات هوية مقيم دون إحضار أساس الجوازات إضافة أبنائهم المقيمين. نعم. تمديد زياراتهم، فيجب عليهم الاستفادة من هذه التسهيلات وتصحيح أوضاعهم. من لم يصح وضعه سوف يتم تطبيق النظام بحقه. طيب سعادة المقدم، جهود المديرية العامة للجوازات واضحة، لكن احنا نبغى نختم معاكم في رسالة انت تحب توجهها سواء للمخالفين او لغيرهم. بداية المديرية العامة للجوازات تم كامل استعدادها بداية الحملة من 1/7 في استعدادات إعلامية وتقنية وبشرية في جميع المواقع. توجيهات المدير العام للجوازات اللواء خمام الزلي يحيى بمساعدة من يرغب بإنهاج مخالفته وإعفاء ما يترتب عليه من عقوبات حسب توجيه المقام السامي. رسالتي لصاحب العمل والمخالف: أدعو جميع أصحاب العمل على التعاون مع المخالفين وإنهاء إجراءاتهم لكي يترتب على صاحب العمل عقوبة محددة، كذلك على المخالف الاستفادة من هذه المكرمة الملكية وإنهاء إجراءاتهم قبل نهاية 30/9/1430 والذي تبدأ المهلة من 1/7/1438. سعادة المقدم طلال بن عبد المحسن الشلهوب المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، شكرا جزيلا لك على كرم المداخلة وأيضا